زمالك. اهلا وسهلا بكم اخوات الاهلاويه في كل مكان في حلقه جديده من مهاجم الاهلي. الف مبروك لاخوات الاهلاويه على الفوز في مباراه الديربي والفوز بالدوري. مش بقول الفوز بالدوري عشان خاطر فرق النقط اللي هيحصل بعد ما الاهلي يلعب المباراه المؤجله، ولا ان كالعاده الاهلي هيركب ومش هينزل تاني اول ما يبقى اول الدوري، لكن سيناريو معروف. انا ليه بقول لك زمالك لايك اومن جوك اللي بتتعمل دايما؟ انا بتكلم ان الزمالك ده طبعه هو ده سيناريو بيتكرر اديله 50 سنه، هو نفس السيناريو. لو حصلت بالصدفه ان الزمالك فايق نسبيا او بدا يفوق، فبدا يشوف نفسه وبدات قله الادب تظهر والسفاله بتاعت جمهوره، سواء النهارده في المدرجات او الكلام الكبير اللي بيقولوه في نخبه الزمالك. دايما بتيجي مباراه الاهلي هي اللي بتكون الفاصله في الامر ده. يعني دايما العلقه السخنه بتيجي في مباراه الاهلي. النادي الاهلي بيحطهم في وضعهم الحقيقي وفي حجمهم الحقيقي. بعد المباراه دي استنى وشوف، انا بقول لك اهو، هتبدا تشوف المشاكل اللي هتحصل، هتبدا تشوف المدرب اللي هيتغير والدنيا كلها هتتقلب عليه، هتبدا تشوف اللعيبه اللي هتتشتم، هتبدا تشوف مشاكل الزمالك اللي هتبدا تظهر. والله ده الاهلي جبل، الاهلي جبل، والزمالك مش زي الاهلي. يعني الاهلي في الفترات اللي فاتت 5000 مشكله تقتل اي فريق كبير. يعني 5000 مشكله بيحاولوا يحطوها وهي حاصله فعليا في النادي الاهلي توقع اي فريق كبير. لكن ده دايما الاهلي دايما بيعرف يرجع. ومش من الماتش ده بس، الاهلي اديله 3 ماتشات بيحاول ان هو يرجع، بيقدر ان هو يكسب حتى لو بالعافيه. لكن الهدف ان احنا نوصل لمباراه الزمالك واحنا كسبانين وقريبين ونركب الدوري بعد ما نركب الزمالك. انا حتى على الفيسبوك البرايفت بتاعي عمال انزل فلوتس او بوستس طول الماتش كده، النوتس اللي هتكلم فيها. فمن ضمن الحاجات اللي قلتها والكلام ده مثلا في الدقيقه 50، يعني لسه والدنيا كانت هاديه خالص في الماتش، والاهلي لسه مهزوم 1-0 ومفيش حتى مبشرات ان الاهلي هيكسب. لكن حجم الاستحواذ اللي حصل النهارده من النادي الاهلي، حجم الاستسلام الكامل والتام من نادي الزمالك. انا كتبت كده على بوست على الفيسبوك ان بغض النظر عن نتيجه الماتش النهارده، دي افضل مباراه لعبها الاهلي من بعد كاس العالم للانديه. بلس كمان ان الاهلي حط الزمالك في حجمه الطبيعي، ودي النقطه الاهم. حرفيا النهارده انت بتشوف الاهلي بحجمه الطبيعي والزمالك بحجمه الطبيعي الصغير جدا جنب النادي الاهلي. فلما تيجي تشوف النهارده المباراه، لا يعني الف مبروك. لعيبه الاهلي النهارده كانت رجاله. ولما نيجي للحته بتاع التقييم كده، عايز اقول كام حاجه على بعض اللعيبه. لكن انا حابب اشكر لعيبه النادي الاهلي النهارده، رجاله في الملعب قادرين ان هم يضغطوا، الضغط على كل كوره، الاستحواذ على الكوره الثانيه. الاستحواذ النهارده يا جماعه فضيحه فضيحه. انت في اغلب فترات المباراه الاستحواذ 65% للاهلي 35% للزمالك. يعني شوف الاستحواذ هنا 66% للاهلي 34% للزمالك. فضيحه. احنا لو بنلعب بني عبيد ما كانش هيبقى الاستحواذ كده بجد. يعني فرقه منفوخه واخده اكبر من حجمها، ودايما الاهلي اللي بيحطها في حجمها الطبيعي. فالف مبروك النهارده للاهلاويه، الف مبروك للاعيبه النادي الاهلي. وندخل على طول على التقييم. الشناوي النهارده ياخد 9/10. عملت اللي عليك يا شناوي. ضربة جزاء وصدتها، بغض النظر بقى اتظلمنا فيها او ما اتظلمناش، سواء في احتسابها او في اعادتها. لكن برافو عليك يا شناوي، عملت اللي عليك وصدها من عبد الله السعيد. النهارده محمد هاني ياخد 8/10. وعلى فكره النهارده محمد هاني وكوكا اغرب 2 انا ممكن اشكر فيهم في حياتي. انا الاثنين دول نفسي يمشي من الاهلي، بس مش قادر ياخدوا حقهم النهارده. محمد هاني رجوله، دفاعيا الى حد ما كان كويس، لكن هجوميا كان ممتاز النهارده. كوكا النهارده 10/10. 10/10 كوكا. حرفيا كوكا النهارده برضو من ضمن البوستات اللي انا حاططها على الفيسبوك اثناء المباراه، ان كوكا شايل الفينه في جيبه. حرفيا محدش شاف الفينه النهارده. ياسين مرعي يعني علشان خاطر ضربه الجزاء اللي عملها اديله 7/10. مروان عطيه 8.5/10. بن رمضان النهارده اسوأ حد في الملعب، 6/10. تريزيجيه بقى يا جماعه لازم ياخد حقه. يعني انا حابب اتكلم بس على تريزيجيه، لان احنا ادينا في ترند كده، ترند انتقاد تريزيجيه من ساعه كاس العالم للانديه. يعني في ترند كده طالع حتى عند الاهلاويه
عندنا احنا انتقاد تريزيجيه. لا، انا تريزيجيه اللي انا شايفه من بدايه الدوري او من حوالي 4 مباريات لورا لحد النهارده افضل حد في النادي الاهلي، بغض النظر عن مستواه، ان ده مش مستوى تريزيجيه. اوكي، ممكن يكون ده مش مستوى تريزيجيه، لكن لحد من 4 ماتشات لحد النهارده تريزيجيه هو افضل واحد في النادي الاهلي. بيدخل جنبيه احيانا هاني، يدخل جنبيه احيانا مروان عطيه، يدخل جنبيه احيانا جراديشار، لكن تريزيجيه هو الافضل في الملعب. هو اكتر حد بيعمل مجهود، هو اكتر حد عنده جرينتا وحماسه. فانا تريزيجيه بحييه النهارده واحد من افضل اللعيبه في المباراه من رجاله الماتش، واعتقد ده تريزيجيه اللي بدا يرجع تريزيجيه اللي احنا عايزينه. فاتمنى من جمهور النادي الاهلي ان احنا نبدا ندعم في تريزيجيه. خلاص انتقدناه بما فيه الكفايه من ساعه كاس العالم للانديه وبعض مباريات الدوري اللي بعدها، لكن تريزيجيه من 3 أو 4 مباريات فاتوا، لا، تريزيجيه هو الافضل في النادي الاهلي، الاكثر مجهودا واكثر حد يستحق الثناء، ومستواه بيعلى مع الوقت. بن شرقي النهارده يعني 6.5 من 10، وال6.5 دي انا مديها لبن شرقي علشان الكره الخطيره اللي طلعها في الدفاع بس. لكن بن شرقي النهارده لا، مش مستوى بن شرقي اللي احنا متعودين عليه. حسين الشحات النهارده كان قد بن شرقي 100 مره. طاهر محمد طاهر، يعني اتمنى انت، يعني انا اتمنى ان طاهر ما اشوفوش في الاهلي في يناير اللي جاي. فعلا طاهر مستوى سيء جدا، يعني حد نمطي بشكل غير عادي. يا جماعه هو ستايل طاهر هو ستايل زيزو، بس زيزو قد طاهر 100 مره. فانا ليه محتفظ بطاهر؟ انا مش فاهم. طاهر النهارده 5 من 10. محمد شريف النهارده 7 من 10. محمد شريف ما شفناهوش النهارده، لكن كوره الاسيست اللي عملها لحسين الشحات عالميه. استلامه للكوره ان هو يلف ويستلمها الناحيه الثانيه، واللمه بتاعته دريبلينج، بعد كده التريحه لحسين الشحات اللي حطها جون عالمي. لا يعني محمد شريف النهارده ياخد 7.5 على الكوره دي بس، او ياخد 7 من 10 على الكوره دي بس، مش على باقي الماتش. ياسر ابراهيم النهارده 8 طبعا، هو رجوله، مستواه ثابت الفترات اللي فاتت او اغلب الوقت. ديانج 7.5، ما لحقش يتقيم، لكن عشان خاطر الدريبلينج اللي عمله والكورتين 3 اللي عملهم والكوره اللي لم بيها 3 او 4 لعيبه من لعيبه الزمالك واخترق وحطها لعمر كمال اللي ياخد النهارده 0 من 10. ديانج النهارده ممتاز الحقيقه. حسين الشحات طبعا النينجا 10 من 10، دايما اللي بيعلم على الزمالك هو محمد شريف، يعني 10 من 10 حسين الشحات، وراجل وجرينتا، واتمنى دايما اشوف حسين الشحات في الملعب بهذه الهيئه وهذا الاداء. عمر كمال النهارده يعني انا مش عايز اديك 0 والله يا عمر، يعني 3. انا مش عارف برضو عمر من الناس اللي انا ما اتمناش اشوفها الفتره الجايه في النادي الاهلي. احمد رضا النهارده ما تقيمش. احمد رضا يعني ما اقدرش ان انا اقيمه. شكرا والف مبروك لاخوات الاهلاويه في كل مكان، الف مبروك الفوز النهارده. مكسب كبير جدا، مش من حيث النتيجه الاهلي كان يقدر يطلع ب4 و5 النهارده، لكن من حيث اهميه المباراه ومن حيث اهميه الفوز ده للنادي الاهلي مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. الف مبروك، وان شاء الله نحتفل بالدوري اخر السيزون باذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.